8 حاجات ما ينفعش تعملها لو عايز تستثمر في العقار وتكسب منه. رقم 1، ما ينفعش تشتري في أماكن ما عليهاش طلب وما فيهاش خدمات أو أمان. لازم تختار مواقع فيها طلب وعرض كويس، وتعمل دراسة شاملة عن السوق والأسعار والموقع والخدمات. رقم 2، ما ينفعش تستثمر فلوسك كلها في وحدة واحدة. الأحسن توزع فلوسك على مقدمات وقسط على قد ما تقدر، ويا ريت تكون الوحدة استلام فوري وجاهزة علشان تقدر تأجرها وتبيع وقت ما تحب. رقم 3، ما ينفعش ما تحسبش العائد على الاستثمار، لأنك لو ما حسبتش ممكن تكسب اقل من اللي انت متوقعه او حتى كمان تخسر. لازم تعرف متوسط العائد اللي انت هتحققه لو قررت تأجر الوحده او تبيعها. رقم 4، ما ينفعش ما تقيمش الوحده صح. ضروري جدا تعرف متوسط اسعار المنطقه اللي انت شاري فيها، وده علشان تحدد سعر الشراء المناسب وتعرف اذا كان في قيمه حقيقيه في الاستثمار في المكان ده ولا لا. رقم 5، ما ينفعش تهمل صيانه وحدتك، وده علشان تحافظ على قيمتها. لما تسيب وحدتك من غير ما تصلح الاعطال ده هيعمل لك مشاكل في المستقبل، ومع الوقت سعرها هيقل. رقم 6، ما ينفعش تمشي من غير خطة تسويقية، لأن لو ما عملتش تسويق ممكن الوحدة تقعد فترة كبيرة جدا من غير ما تتأجر أو حد يشتريها. رقم 7، ما ينفعش تبيع أو تشتري من غير ما ترجع لخبير، علشان لو مش متأكد من أي معلومة تستشيره، زي وكيل عقارات، محامي، متمن، وإلا في احتمال إنك تقع في مشاكل قانونية أو مالية أو يضيع عليك فرص مهمة. آخر حاجة بقى، ما ينفعش ما يكونش عندك شبكة علاقات قوية. شبكة العلاقات مهمة في العقارات، سواء وكلاء أو مطورين أو مستثمرين. فلو بعدت عن كل الحاجات اللي انا قلتها اضمن لك انك هتشوف فرق كبير في استثمارك في المستقبل. وشير الفيديو ده مع اصحابك علشان يستفيدوا هم كمان.